يا سلام على أكلاتنا التقليدية، مهما نطيبو جديد وطوندونس وكامل ندورو جديد نحبوه ولا قديم ما نفرطو فيه. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم هاد الأونتخي ولا مقبلة تاع زرودية مشرملة على طريقتي بلمستي الخاصة، راح تجيكم بزاف بنينة. نبداو هنا على بركة الله، بسم الله. عندي كمية تاع زرودية اللي قطعتها بالأداة هذه المسننة. ندير لها كمية تاع الزيت، هي تحب شوية زيت بزيادة، واحد 4 5 ما عرف يعني سا ديبون شحال درتو نتوما. هذه هي الأداة اللي راني نهضر لكم عليها باش نعطيو لها شكل برك شباب، يعني ماشي ضروري. دوكا جبنا هنا فلفل دريس اللي كنت شمختو في الماء سخون، ونديرو لها ربيع صغيور تاع الثوم، نديرو الملح، ونديرو التابل الاساسي هو الكرويه. فوالا انا درت فلفل دريس، دونك انا ما نديرش فلفل الكحل. كاين ناس كي دير فلفل دريس تزيد فلفل الكحل، انا في العائله تاعي لا، يعني هذه هي نديرو كي ديري فلفل دريس ما يشقاش ديري فلفل اسود. حطيتها تتقلى لي في هذاك الزيت. شوفوا من الاول تطلق لكم شويه الماء، ومن بعد كيما نقولوا حنا توقف في دمها حتى تولي كي اللي راهي تتقلى في هذاك الزيت، يعني كي اللي راهي تنقلى بلوتو. جبت الدرسه تاعي، ندير الدرسه نشلو هذاك المهرس بالماء سخون، ونبقى دوكا نقلي فيها حتى تتقلى لي هذيك الدرسه مليح. هنا زدت شويه تاع الفلفل لاكري اللي هو البابريكا، اللي يكون عند هاد الدرسه هذيك اللي نخدموها في الدار تاع المعجون الفلفل الاحمر تاني، راح تعطيكم واحد البنه ولا اروع. وفي هاد الطبق البنات با دو طوماط كونسيرف، راح مالديكم هاد الاكلات قلت لكم ما ينداروش بالطوماطيش تاع الباطا، سينو راح تولي لكم يعني زروديه اون صوص. هذه هي تبدل كامل الذوق ديالها. نديرو كيما نقولوا نمرقوا بالشمعه. دوكا هنايا خلاص الزروديه تاعي راهي تقريبا طايبه، يعني خليتها ابتي فو تتقلى، دونك دخلها طياب. نخليها دوك تكتك شويه باش هذيك المريقه كيما نقولوا الزروديه تشرب لي كامل هذيك الدرسه، والمريقه تاعي تجيني خويتره. بعد ما خلاص طابت لي نجي دوك لهنايا نعقدوها بشويه تاع الخل، يعني واحد المغرفه هكذاك تاع الخل ولا خل الكحول ماشي بهار للتتبيل. هاي ليك نخليها دوك ترفد لي الغليه غليه زوج، ونطفي عليها النار، ونقدموها هاد الاكلات وانم هكذا كيما نقولوا حنا كميات هادو ما يولمو حتى في رمضان ان شاء الله وجاي رمضان. تقدروا تزيدوها كيما نقولوا قلت لكم كمقبله، يعني تنتكل بارده ماشي سخونه. انا كي نديرها هكذا لازم نخليها تبرد، دي فون لا غنحطها في الكونجيلاتور باش تبرد لي تاع توت سويت، ونقدموها وتجي واحد البنه واش نقول لكم يا سلام، خصوصا اذا كانت شويه حويره. هذه هي حبيبتي الوصفه الخفيفه الظريفه تاع نهار اليوم. لمزيد من الوصفات ابوني حبيبتي، لي جام والبارطاج، وفي امان الله.